السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جماعة. سلمي عاملين يا ايه؟ نادية. سلمي. Saluta. No. Fai عاملين ايه؟ No. No? No. Fai سلام. No. No. كل سنة وحضراتكم يعني. طيبين، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لازم نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش إن احنا ندعي لإخواتنا في غزة. طبعا اليوم النهاردة طالعين نرد على يعني كم تعليق جالنا كده بسبب الفيديو اللي عملته مع أم نادين، إن هي سبب عدم النزول مصر يعني. كملي يا أم نادين. In Egitto, per andare in Egitto. Allora, io ho deciso che non voglio andare in Egitto per tutta sta situazione che c'è adesso. طبعا بتقول مش عايزة تنزل مصر عشان خاطر المشكلة اللي عندنا يعني دلوقتي في الوقت الحالي. اوكي. Perché sono un po' preoccupata, nel senso هي شوية خايفة يعني. non è una situazione bella, insomma. مش حاجة كويسة يعني. Mamma, scrivi. Sì, scrivo. Magari quando tutto sarà sistemato, la legge avrà fatto quello che è giusto che deve fare. Papà, scrivi. Ok. Forse ci andiamo. No, quello no. Quello no. طبعا أم نادين بتقول بتقول قدام يعني ان شاء الله يعني هننزل مصر، مش هننزل مصر بس لما الحكومة تعمل شغلها يعني، وتلم يعني اللي كانوا متسببين في الحدث ديت، و يعني اللي بعت لنا رسائل وحاجات من دي تهديد يعني. اول ما هي تطمن وخلاص قلبها تمام ان هم اتاخدوا تمام، ساعتها هتنزل مصر يعني. Sì, perché non è tanto sicuro, nel senso non è bello quello che è successo, non è bello non è giusto come sta andando. Mammut. 5? Balla. نادين اعملي لهم كده. Fai il cuoricino. كيف fai il cuoricino؟ Cuoricino. Così più اديلهم بوسه بقى من جوه الكور، يلا come بابا. alza così vedono. Dai. Fai محمود بيعمل ازاي؟ كومي فا محمود كومي فا محمود. ده اول شيء يعني، اول نقطة اتكلمنا فيها عشان يعني يعني نلغي موضوع ان احنا نزول مصر ديت. لا احنا يعني هنسافر بلاد تانية يعني ان شاء الله، ممكن ان شاء الله السعودية، تركيا، اماكن تانية. انما مصر بالوقت الحالي لا، لما يبقوا هم مطمنين. انما انا بالنسبة لي عادي، هم انتوا عارفين يعني هم بالنسبة لهم يعني جالهم تهديد ولا بتاع حاجة زي كده، فبالنسبة لهم حاجة صعبة جدا. Questa è prima cosa منادين. ايوه. اول حاجة دي. تاني شيء La seconda è che brava, salam alaikum. Di amle cuore حبايبي. Allora, la seconda cosa è... Mamma, fai il latte. Sì, mo lo faccio, aspetta. La seconda cosa è che
non pubblichiamo non pubblichiamo le cose tipo durante la special digiuno, no? Diciamo la cena, la colazione, perché per rispetto della gente della Palestina che è morta, che sta lì tra bombe, e quindi per rispetto non pubblichiamo niente di comunque roba da mangiare. تاني شيء ام نادين بتقول احنا ما بننزلوش فيديو اكل وشرب. يعني الفطار بتاعنا كل يوم ما بننزلوش فيديو علشان خاطر احتراما وتقديرا لفلسطين طبعا واطفال فلسطين، ان هم محرومين، يعني مقطوع عليهم الاكل والشرب والغذاء والكلام من ديت. فبتقول ان احنا عشان كده مش بننزل فيديوهات يعني وحاجات زي كده. حتى العيد pure la festeggia. Sì, tra un po' Ramadan finisce e c'è la festa. Noi abbiamo deciso che non festeggiamo, sempre per lo stesso motivo, ma soprattutto per bambini morti, bambini che stanno a morire di fame. non è bello. بتقول برضو مش حاجة كويسة برضو ان احنا نخرج ونعيد. رمضان هيخلص اهوت، كل سنة وانتم طيبين ويجي العيد. حاجة مش لطيفة يعني ان احنا نخرج ونتفسح ونجيب ملابس ونعمل فيديوهات وحاجات من ديت، وفي اطفال يعني محرومة وبتموت كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. بتقول حاجة بالنسبة لنا مش كويسة يعني. بناء على كده احنا مانعين يعني ان احنا نعمل اي حاجة. نادين بص، نادين قولي لهم فيفي بالستينا. نو فيفي بالستينا. طبعا دي فري دي فري طبعا نادين فري فلسطينا يعني لفلسطين. طيب عايز تقولي حاجة يا نادين؟ volevi dire qualcosa? Noi comunque continuiamo a fare video, ma papà tieni! Mamma mia. No, questo io. Mi serve a me. عايزين نقول لكم حاجة. استنى نادين، ما تو volevi la bimba sorella? Aspetta. volevi sorella? dai دي loro. نادين كانت عايزة تقول لكم حاجة، قولي لهم يلا. عايزة ايه؟ عايزة سوريلينا. نادين عاوزة سوريلينا، عايزة أخت لها. فوليفي uomo o femmina؟ عايزاها ولد ولا بنت؟ Sorellina o fratellino Nadine? Fratellino no. ولد مش عايزة بنت زيها. Sorellina. عايزة سوريلينا، عايزة بنت زيها يعني. بقالها اسبوع كده عمالة بتقول لي. Nadine. Dicevo prima che comunque noi i video li continuiamo a fare, però sempre nel rispetto della Palestina, perché non è bello pubblicare cose tipo la festa che festeggi. Loro comunque non possono festeggiare, a spezzare il digiuno, non hanno niente da mangiare perché nessuno gli porta niente, quindi طبعا يعني حاجة تقطع القلب. ومنادين بتقول على يعني احنا هنعمل لكم فيديوهات، بس فيديوهات عادية كده، نطلع نسلم عليكم ونتكلم معاكم شوية، بس يعني مش لطيف يعني ان احنا نبقى بناكل وبنشرب والاطفال مش لاقية مفيش ملابس، مفيش اي حاجة. فان شاء الله باذن الله الحاجة ديت تخلص بدري يعني، ان شاء الله باذن واحد احد يعني.
في ناس يا جماعه هتقول لي طب يا محمود ادام انتوا مش هتنزلوا مصر هات والدك ووالدتك هنا. ام نادين كلمت والده ووالدته وقالت لهم نجيبكم هنا، يعني يعملوا الباسبورتات ونجيبكم على ايطاليا. هم رفضوا قالوا لا عشان خاطر يعني كبار في السن يعني وكده. فادعوا ندعي ربنا يعني ان المجرمين دولت يتمسكوا ان شاء الله وياخدوا جايزتهم. في اخواتي طبعا واهلي في التعليقات كتبوا لي طب محمود طب انزل على شرم الشيخ، انزل على الغردقه، انزل هنا يا جماعه. انا بالنسبه لي انا انزل مصر الصبح. انا انتوا عارفين يعني احنا مصريين مش بنتهدد ولا بتاع، بس بالنسبه لهم هم يعني هي المناديل بالنسبه لها شرم الشيخ الغردقه هي بالنسبه لها مصر يعني. حتى اهلها برضو بيسمعوا الفيديوهات وكده برضو يعني قالوا لها حاجه زي كده فهم بيخافوا يعني. Si è messa seduta, va bene. ندعي ربنا يعني ان يتقفشوا في اقرب وقت ويتحطوا في السجن يعني. عايز تقولي حاجه يا منادين؟ volevi dire qualcosa? Se volete chiedere qualche cosa. Però non mangiare, non... No, le cose così okay. No, perché secondo me non è rispettoso. بتقول طبعا المناديل لو عايزين تسألوا على أي حاجة اسألونا، بس الأكل والشرب والحاجات ديت ممنوع علشان خاطر الريسبكت يعني، عشان خاطر احتراما لفلسطين. أيوه. أوكي. تمام. وإحنا هنطلع إن شاء الله نطمنكم على كده. يلا سلم عليهم يلا يا نادين قولوا لهم باي باي. باي باي. فري بالستينا. بالستينا جود. حبايبي هتوحشوني. عيد سعيد. come chiami io؟ القلم وقع. ده كيو ده يا مناديل. باي باي. باي باي.